في واحد الدوار بعيد كانت واحد البنت سميتها فاطمه. كانت معروفه بالجمال ديالها والطيبوبه ديالها، ولكن كانت عندها واحد العاده غريبه. كل ليله مع منتصف الليل كانت كتمشي للمرآة الكبيره اللي في الصالون ديال الدار وكتبقى تشوف فيها. واحد الليله فاطمه قررت تجرب واحد الطقوس اللي سمعت عليها من عند جداتها. قالت ليها جداتها الا وقفتي قدام المرآة مع منتصف الليل وقلتي بغيت نشوف الحقيقه 3 ديال المرات غادي تشوفي شي حاجه اللي غريبه ديال بصح. فاطمه بدافع الفضول قررت تجرب ووقفت قدام المرآة، ومع دقات الساعه اللي كتشير نص الليل بدات كتقول بغيت نشوف الحقيقه، بغيت نشوف الحقيقه، بغيت نشوف الحقيقه. ديك الساعه المرايه بدات كتلمع بواحد الضو غريب بزاف، وبانت فيها الصوره ديال فاطمه ولكن بواحد الوجه مخيف وواحد العينين حمرين. فاطمه خافت وبغات تهرب ولكن رجليها ما قدروش يتحركوا. الصوره في المرايه بدات كتضحك بواحد الضحكه شريره وقالت ليها دابا شفتي الحقيقه ولكن راه الثمن غالي بزاف. فاطمه فقدت الوعي، ولكن من داك النهار ما بقاتش فاطمه هي فاطمه، ولات كتخاف من اي حاجه كتعكس الصوره ديال الانسان، مرايات ولا الزاج او لا اي حاجه كتعكس الصوره ديالها وكتشوف فيها وجهها. وكل مره كتقرب من شي مرايه كتسمع داك الصوت الشرير كيردد الثمن غالي بزاف. من داك النهار الناس في الدوار بدات كتعاود القصه ديال فاطمه وكتحضر ولادهم كتخليهمش يلعبوا مع المرايات من مور نص الليل. وفاطمه بدات كتعيش في واحد الرعب مستمر. كل ليله كانت كتسمع داك الصوت الشرير كيردد الثمن غيكون غالي بزاف. ولات كتخاف تخرج من الدار وكتحاول تجنب اي مرايه. واحد النهار قررت فاطمه تمشي عند واحد الفقيه معروف في الدواور اللي حدا دوارها. حكات ليه القصه ديالها والفقيه قال لها هادشي اللي وقع لك هو نتيجه الطقوس اللي جربتيها، وباش تخلصي من هاد اللعنه هادي خاصك ديري واحد الطقس واحد اخر. الفقيه عطاها واحد المرايه صغيره وقال لها مع منتصف الليل خاصك توقفي قدام المرايه الكبيره اللي درتي فيها الطقس الاول واستخدمي هاد المرايه الصغيره باش تعكسي الصوره ديالك، ومن بعد قولي بغيت نرجع لحياتي 3 ديال المرات. فاطمه مع منتصف الليل وقفت قدام المرايه الكبيره واستعملت المرايه الصغيره باش تعكس الصوره ديالها وبدات كتقول بغيت نرجع لحياتي، بغيت نرجع لحياتي. وفاش بغات تقولها للمره الثالثه دخل خوها الصغير للحمام وحيت كانت نسات مسداتوش بالسقطه، والطقوس كتطلب يكون الضو طافي عليها. هو كان على بالو بلي راه الحمام خاوي وقالت ليه فاطمه خرج. وفاش دركت الغلط اللي دارت ودارت للمرآة صدمات حيت شافت المرآة الكبيره بدات كتلمع بواحد الضو غريب وخرج منها واحد الوحش مخيف بوجه مشوه وعينين حمرين. الوجه خرج من المرآة ووقف قدام فاطمه واللي كان الطول ديالو تقريبا 2 امتار، وقال بواحد الصوت اللي غلط بزاف انت اللي خرجتيني ودابا غادي نعيش في هذا العالم. فاطمه خافت بزاف وحاولت تهرب ولكن الوحش كان سريع بزاف، قبضها من عنقها وقال لها دابا غادي نبدل معاك البلايص، انت غادي تبقاي في المرايه وانا غادي نعيش حياتك. فاطمه لقات راسها محبوسه في المرايه وكتشوف العالم من الداخل بلا ما تقدر دير والو. الوحش خدا الشكل ديالها وبدا كيعيش حياتها، ولكن الناس في الدوار بدات كتلاحظ التغير. فاطمه اللي كانت معروفه بالطيبوبه ديالها ولات شريره وكتعامل الناس بوحشيه. واحد النهار خو فاطمه الصغير كان في الحمام وهو يشوف باللي راه فاطمه الحقيقيه كاينه وسط المرايه، وبشا هذا الشيء قالوا لوالديهم. الوالدين مشاو عند داك الفقيه اللي عاون فاطمه في الاول وقالوا ليه القصه. الفقيه جا للدار وقال داك الوحش انا عارفك شكون انت، رجع لفاطمه حياتها ولا غادي نحبسك في المرايه للابد. الوحش حاول يهرب ولكن الفقيه استخدم واحد الطقس قوي وحبس الوحش في المرايه. فاطمه رجعت لحياتها الطبيعيه ولكن بقات ديما كتفكر في داك الخطا اللي دارته وتعلمت ان الكلمات عندها واحد القوه كبيره.